تعرفي انك لو دوبتي شوية نشا وشوية مية هتوفري على نفسك ميزانية كتيرة وحاجة مش مضمونة. هتعملي احلى لانشون مدخن في البيت باسهل طريقة. لانشون فراخ تحفة قمر واخد لون وتسوية مظبوطة، احلى مليون مرة من الجاهز بمراحل. حاجة مضمونة ونضيفة وانت شايفة اتعملت ازاي وبطريقة سهلة وبمكونات اقتصادية، من غير بقى ولا بيض ولا جبن ولا الكلام ده كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. الاول انا عندي نص كيلو من صدور الفراخ، عندي نص كوبايه من النشا وربع كوبايه من الزيت، وميكس توابل حلو كده هسيبه لكم على الشاشه، خدوا له سكرين. الاول هنقطع الصدر بتاعنا مكعبات ونتاكد ان هو مفيش دهون او حاجه. عايزينه يتفرم ناعم جدا لحد ما يكون زي العجين. بعد ما اتفرم معانا هنحط بقى نص كوبايه من الزيت اللي احنا كنا محضرينها، وهنحط عليها ميكس التوابل بتاعنا. وبعد كده هندوب نص كوباية المية مع نص كوباية النشا ونبدأ نخلط الكلام ده كله مع بعضه كويس جدا. لازم تتأكدوا ان البهارات اختلطت. مش مشكلة لو هيكون معاكم شوية يدوب تكتلات كده مثلا من مرقة الماجي او حاجة، دي مش بتدوب بسهولة، ولكن هتتفرم كويس قوي مع الفراخ. نزلنا بقى بالميكس ده كله على الفراخ وفرمناهم تاني لحد ما بقى عندي قوام تقيل كده، عامل زي ما يكون عجين طري مثلا. طريه واخده قوام حلو قوي، ريحتها عايزه اقول لكم تحفه. ميكس التوابل ده مش هتفرقوه عن اللانشون الجاهز، وعايزه اقول لكم ان هو احلى بمليون مره. هجيب ورقه بقى كده من الكلينك فيل او الاسترتش راب، وهدهنها دهنه بسيطه كده من الزيت. خلوا جنبيكم حاجه يكون فيها شويه زيت علشان ايديكم وانتوا بتشتغلوا من وقت للتاني. اديت ايديا كده دهنه خفيفه من الزيت وبدات ان انا افردها كده وطبطب عليها. بصوا قوامها عامل ازاي علشان تعرفوه وانتوا بتعملوا. كخطوه بقى هتدينا نتيجه حلوه قوي. هبدا احط كده وحدات من الزيتون، وقفوهم يعني ما ترموهمش كده بشكل عشوائي، لا، وقفوهم عشان تطلع معاكم نفس الشكل المظبوط اللي بيجي من بره. ولو وصلتوا لحد هنا بقى ما تنسوش تقولوا لي بتتابعونا منين، وتحطوا لنا لايك وشير كتير للفيديو. حلو. بعد ما فردتها كويس قوي بقى كده واتاكدت ان هي اتوزعت، هنبدا بقى نعمل شكل الاسطوانه المتعارف عليه. ده هيحصل لما نلفها مره يمين مره شمال، يعني هنا باتجاه وهنا باتجاه تاني. وبعدين ببدا بايديا كده احركها زي الاسطوانه على الترابيزه او الحاجه اللي هتشتغلي عليها لحد ما تاخدي الشكل. بتلمي وبتضغطي لجوه علشان تاخدي شكل الدايره كده اللي بيجي من بره، فلا خلاص هي مش فارقه حاجه، هو نفس الشكل. اي فراغات هوا عندك بخله كده وابدأي فرغيها، مش هيحصل اي حاجه. وبعدين هنلفها في ورقه فويل، ورقه واحده بس مش اكتر، وبرده عكس وهكذا. طيب التسويه بقى، انا هنا عندي ميه غليت، بنطفي عليها ترتاح دقيقتين من الغليان وتهدى، وبعدين بننزل فيها اللانشون بتاعنا. هنحط معاها 3 4 ورقات لورا، هياخد بالظبط سوا ساعه، نص ساعه على جنب ده ونص ساعه على الجنب ده. هتطلعوه هنسيبه في التلاجة ساعتين. بعد ما طلع من التلاجة، اللقطة دي وما اتصورتش، حطيت له معلقة من البابريكا ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، واديت له تشويحة كده من بره في الجريل بتاعتي. عايزة اقول لكم الحركة دي اديت له تدخينة حلوة حلاوة تحفة جدا، وطعمها مفيش بعد كده. عايزة اقول لكم ان انا اصلا قطعته يا دوب بعد ما دخنته بدقايق. تخيلوا بقى لما يقعد هيبقى عامل معاكم ازاي. هيطلع معاكم مظبوط بقوام ممتاز، نفس طراوة وقوام الجاهز بالظبط زي ما شفتوهم في اول الفيديو. هستنى بقى تقولي لي رأيكم في التعليقات، واتمنى تجربوا الوصفة وتقولي لي رأيكم، وصحة وهنا.